السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اهتزت ولاية خنشلة مساء أمس على وقع جريمة شنيعة تمثلت في اختطاف طفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 سنوات في حادثة وثقتها عدسات كاميرات المراقبة المنتشرة بشوارع المدينة. الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت المشتبه فيه وهو يمسك بيد الطفلة ويسير بها في أحد الأزقة، ثم ظهر في لقطة أخرى وهو يحملها بين ذراعيه في مشهد أثار صدمة كبيرة وسط السكان وأطلق موجة غضب عارمة عبر مختلف صفحات الفيسبوك. المشتبه فيه يدعى عمورة حفيان، ينحدر من حي الحامة بخنشلة، وقد جرى تداول اسمه وصوره على نطاق واسع مع دعوات قوية من المواطنين إلى التبليغ الفوري عنه لدى مصالح الأمن أو الدرك الوطني نظراً لخطورة الفعل المرتكب. وفي وقت قياسي تمكنت قوات الدرك الوطني من تحديد مكانه وتوقيفه، مستفيدة من التحليلات التقنية للصور والفيديوهات التي وثقت الحادثة، إضافة إلى التعاون الكبير من طرف المواطنين الذين تفاعلوا مع نداءات التبليغ. فور توقيفه تم تسليم المعني إلى فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية بأمن ولاية خنشلة قصد التحقيق معه وكشف خلفيات الجريمة، خاصة وأن المؤشرات الأولية تفيد بوجود استعمال لوسائل التواصل الاجتماعي في استدراج الضحية. وحسب مصادر محلية ستتم إحالة الموقوف أمام وكيل الجمهورية في الساعات القادمة لفتح ملف قضائي بتهم ثقيلة أبرزها الاختطاف، تعريض قاصر للخطر، ومحاولة استدراج عبر الإنترنت. القضية أثارت حالة استنفار كبيرة وسط العائلات الجزائرية، حيث طالب الكثير من رواد مواقع التواصل بتشديد العقوبات على مختطفي الأطفال وفرض رقابة أكثر صرامة على الجرائم الإلكترونية التي أصبحت منفذاً خطيراً يهدد براءة الأطفال. ورغم فداحة الحادثة إلا أن سرعة تدخل الأجهزة الأمنية أعادت الطمأنينة، وأكدت مرة أخرى جاهزية مؤسسات الدولة لحماية المواطنين وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة أبنائنا.